على وجهك وما نزلت، ابوي دخل المستشفى وكان راح يموت وما نزلت، بنتي تخرجت وما نزلت، عيالي وضعهم كان ما يعلم فيه الا رب العالمين وما نزلت. ما قعدت علشان عيونك بس، ترى انا قعدت علشان بنتين ما لهم ذنب، يلي اصلا انت ما تدرين عنهم، يلي حطتهم في كازه عند خالتك وقاعد انت في طنجه، والكل يدري ذا الكلام. اتينهم في الشهر مره وتين الحين بناتي. اي بنات اللي تتكلمين عنهم؟ بناتك اللي حرمتي ابوهم منهم سنه ونص. اي دين، اي مذهب، اي قانون، اي رساله دي اللي تبي توجهينها انت؟ قلت لك مليون مره لما تبي تطلعين لايف وتبي تتكلمين لا تقعدي تمثلين، ما في داعي انك تدمعين، ما في داعي انك تبكي. علاش كتبكي؟ علاش؟ انك مظلومه؟ انك مثلا مقهوره؟ انك شنو بالضبط؟ اذا الواحد يبي يبكي على العفوعاي اللي قاعد تسوينها. اولهم انك انت حرمتني من بناتي. واعطيني واحد في العالم هذا كله يأيدك على اللي قاعد تسوينه. ما تمت قضيه في المغرب ما سويتيها، عيستي، لبستينا، حطيتي في سيارتي مخدرات، لصقتي لي بنت، ناسك الزباله. طبعا اتكلم انا عن المرافقين، قبيبو، انا اقول اسامي انا ما اخاف من احد، قبيبو وشلته ذلين مالينك كلهم ترى دوسياتهم عندي، وانا ما ابغى اتكلم، انا ساكت. قلت الله عفى عما سبق. زين، اما انك انت لهالدرجه ما عندك مخ وتقعدين تصدقين تفاهات، هذا شيء مشكله بينك وبين نفسك. واصلا انا اسمك جبدوا لي اياه قسم بالله العظيم صرت تجيني الرده. والله وهذا لايف انا متحاسب عليه، ان اسمك هم يجبدوا لي اياه صرت تجيني الرده. 9 سنوات استحملتك بقرفك، بسخافتك، بوساخه قلبك، بثقالة دمك، من عائلتك، من حياتك، من دنيتك، من كل الاشياء اللي تخطر فقط لا غير. بتجبدين سميتي بسمعك حكي وكلام راح اخليك الليل ما تنامينه. وثاني شيء اللي هو المهم، هالبنات الثنتين اللي مخليتهم عند خالتك وقاعده انت باركت لي في طنجه بالاصح، ربيهم اذا انك انت خايفه عليهم. يلي انت قاعده في نهايه رسالتك تناشدي جلاله الملك. انت عارفه شنو يعني تناشدي جلاله الملك؟ اول شيء تحيه لجلاله الملك، والله ينصره على كل من عاداه ويسر له امره ويبعد عن المغرب كل شر. مو فاضي لا يرد. ابكي، مثلي، نحنحي، ديري اللي بغيتي. خايفه الحين لان الحكم طلع؟ طبعا ايه، طلع الحكم وراح اخذ الحكم وواثقه واجيب بناتي عن طريق